هشام عبد الجليل أحد نجوم الأهلي الذين رفعوا الكاس في عام 2003 واليوم يشارك زملائه في عام 2024. شعورك وانت خارج الملعب والمباراة توصل إلى ركلات الترجيح والكاس يذهب إلى الماحوس؟ والله في البداية بارك لجميع جماهير النادي الأهلي وإدارته وجميع المنتسبين وللكرة البحرينية بوصول فريقي الأهلي والمحرق وفوز الأهلي بهذه البطولة. البطولة لها طعم ثاني، لها مذاق آخر، خصوصا أن أنت تفوز على الغريم، على النادي الغريم التقليدي والمنافس التقليدي لك وهو نادي المحرق. هذا بحد ذاته طعم آخر، إلى نكهة أخرى. شلون شفت يعني اداء الاهلي في هذه المباراه وخاصه في الاوقات الاضافيه؟ كانت المباراه من البدايه كان شوط اهلاوي بتميز، يعني كان المفروض انه يخلصون 2-0 على اقل تقدير. الشوط الثاني كان في تفوق نسبي لفريق المحرق ونقص اللياقه البدنيه لبعض لاعبين النادي الاهلي، يعني اضطر المدرب انه يستبدلهم. فصار سيطرة الشوط الثاني، ووقت الاشواط الاضافيه كانت متساويه، ولكن كان في يعني افضليه للاهلي خصوصا في الهجمات المرتده، كان اكثر تركيز، كان يريد يسير المباراه كما يريدها. والحمد لله يعني بالنهايه الاهلي كان يريد ضربات الجزاء لان عنده عوامل يتفوق عليها على النادي المحرق، وهي الحراسه يعني ممتازه في الكابتن ابراهيم لطف الله، وعنده لاعبين متمكنين في تسديد الضربات، واستفادوا من تجارب السنه الماضيه في ضربات الجزاء. والحمد لله ارادوا المباراه سيروها كما يريدون، الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافيه بالبركه ان شاء الله.